هنشوف القمر الدين بتاعنا متماسك ولا لا يا حبايبي. هنمسك بقى الطرف كده ونبتدي بقى ايه نتنيه كده ونشوف. بصوا بقى ما شاء الله على الجمال. بصوا بقى متماسك ازاي. بصوا الجمال والعظمة بجد تحفة، طالع ناجح جدا معانا. بصوا بقى يا حبايبي، اقرب لكم الكاميرا شوية كده عشان تشوفوا. بصوا بقى العظمة كده. هنقطعه ونحطهم الكيس مع بعض. بصوا بقى ما شاء الله متماسك ازاي. بصوا بقى جماله. بصوا يا حبايبي مفيهوش اي غلطة. بصوا الجمال بجد روعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني وحبايبي ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. صحيت الصبح لقيت بقى الترند ده مكسر الدنيا يا جماعة، قلت بقى لازم اعمله. الترند القمر الدين بقى بالجزر. هنعمله مع بعض بخطوات بصوا بسيطة. هو بقاله كتير على السوشيال ميديا على فكرة، بقاله سنتين، بس انا هعمل له اضافات جديدة هيطلع معانا ناجح جدا، والطعم بجد احلى من الجاهز 100 مرة. طبعا انتوا عارفين القمر الدين وصل السوري وصل 100 جنيه، بس طبعا مش بالطعم ده. بجد هتنبهروا من النتيجة. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. وانا معايا هنا 2 كيلو من الجزر يا حبايبي، قشرتهم. هقطعهم بقى في الكبة او ابشرهم بالمبشرة عادي، مفيش مشكلة. عايزين تقطعوهم على ايديكم برضو عادي، النتيجة في الاخر كلها واحدة. الطريقة اللي تعجبكم وتكون سهلة عليكم اعملوها. ابتدي اضرب الجزر بتاعي في الكبة يا حبايبي. وكده الجزر بصوا اتبشر وبقى تمام كده بالنسبة لي زي الفل. هو سهل وبسيط، تعملوه في الكبة هيكون سهل عليكم اكتر يا حبايبي. وكده يا حبايبي بشرنا الجزر بتاعنا في الكبة. بصوا ما خدش معانا 5 دقايق. بصوا الطريقة دي بسيطة جدا، اي طريقة بقى تعجبكم، كده كده مش هتفرق، النتيجة في الاخر واحد. بس اهم حاجة في الفيديو ده تمشوا على الخطوات والتكنيك خطوة بخطوة، ما تجروش الفيديو عشان تشوفوا ايه كل خطوة في الفيديو مهمة جدا يا حبايبي. يلا بينا بقى نروح على النار ونشوف هنعمل ايه مع بعض. كده يا حبايبي رحنا على النار، هنبتدي بقى ننزل بالسكر بتاعنا. على كل كيلو جزر بننزل عليه بربع كيلو سكر. كده كده يا حبايبي اما نيجي نسويه هنحط له سكر تاني. هو كده بس على كل كيلو كوباية سكر بس مش اكتر. هنقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه. هنقلب بقى الجزر مع السكر كده، وهنهدي عليه النار خالص لغاية ما يتكرمل معانا. اهم حاجة ايه، الجزر هينزل مية، مش هنحط مية خالص. هنهدي بس النار لغاية ما السكر يتكرمل مع الجزر. بصوا امشوا بقى على الخطوات واحدة واحدة، هيطلع معاكم الايه قمر الدين تحفة، احلى من اللي بتشتروه من بره 1000 مرة. طبعا كلنا كان بيضحك علينا بقى في موضوع قمر الدين ده، بنجيبه غالي جدا وبيطلع معانا ايه طعمه مش حلو، لكن ده هنعمله طبيعي بطريقة بصوا بسيطة جدا جدا يا حبيبي. انا هستنى السكر هنا يكرمل وارجع لكم تاني. وكده الجزر نزل المية بتاعته. بصوا هدينا عليه النار خالص وغطينا عليه، والسكر بصوا كرمل وداب خالص، والجزر اهو ابتدى يدخل في السوا. هنغطي عليه تاني 10 دقايق ونشوفه مع بعض. وكده الجزر بصوا خلاص استوى معانا وما بياخدش معانا وقت. بصوا انتوا هتحسوا بقى وانتوا بتقلبوا كده ان هو بصوا استوى خلاص، ما بياخدش وقت خالص يا حبايبي. يلا بينا بقى على الخلاط، اللي عندكم هاند بلندر ممكن تضربوه. بصوا يا حبايبي انا مش حاطه له سوائل كتير، وهنقلب الخلاط كده بالمعلقه عشان ايه يبقى ناعم معانا، والسوائل دي هتاخد وقت معانا على النار، فاحنا مش هنكتر له السوائل. هنضربه كده وهو تقيل خالص ونبتدي نقلب الخلاط. قوام بقى تقيل ازاي يا حبايبي، واهم حاجه الخطوه دي يبقى تقيل معاكم كده في الخلاط، يتضرب ايه بصعوبه شويه. هنفتح الخلاط ونقفله شويه شويه. بصوا بقى القوام، بصوا ما شاء الله. هناخده بقى على النار ونبتدي بقى نكمل خطواته. بصوا بقى تقيل ازاي، اهم حاجه يكون تقيل كده عشان ايه ما ياخدش وقت معانا ويطلع بخار كتير. هنهدي عليه النار ونشوفه مع بعض. معانا بقى ايه
معلقة عسل جلوكوز يا حبايبي، هننزل بيها كده. ممكن تدوبوها بمية دافية عادي، مفيش اي مشكلة. انا هنزلها كده وهسيبها ايه، هي هتنزل ايه السخونة هتسيح السكر. بصوا، حابين تدوبوها بمية دافية مفيش مشكلة خالص. بصوا، اول ما ننزلها في السخن على طول هتسيح معانا. انا هنزل كده بمعلقة كمان، عشان انا معايا على كل كيلو بننزل بمعلقة سكر عسل جلوكوز. انا هنا عندي 2 كيلو، فنزلت بمعلقتين عسل. انتوا حسب الكمية يا حبايبي. نخليها تسيح كده خالص. تمام كده. ومعنا هنا معلقة ملح ليمون صغيرة، ودي بقى هتدينا المزازة المزازة اللي في القمر الدين يا حبايبي، وهتدينا تيست حلو قوي. حابين بقى تستغنوا عن عسل الجلوكوز مفيش اي مشكلة، زودوا السكر شوية. على الكيلو بحط معلقة كوباية سكر. حطيت هنا كوبايتين سكر يعني نص كيلو، وحطيت معلقتين عسل جلوكوز. حابين تحطوا 3 كوبايات وتستغنوا عن معلقتين العسل دول مفيش اي مشكلة. انا هنا عاملة 2 كيلو. هنهدي النار عليه خالص ونسيبه يتبخر ونشوفه مع بعض. بصوا يا حبايبي بقى، هيفضل يعمل فرقعات كده، خلي بالكم. بصوا انا مغطيه بغطا الحله اهو، بس احنا بنقلب من وقت للتاني كده ونهدي النار خالص. بصوا بقى، ملح الليمون ادانا بقى لون حلو جدا، ولسه بقى خطوات تانية هنعملها مع بعض، وتاكلوا بقى احلى قمر الدين، احلى من الجاهز 100 مرة، والطعم بجد خيال. وهنجيب بقى مكون حلو قوي يا حبايبي، هيطلع القمر الدين معانا بنفس الطعم بالظبط. معانا هنا جيلي دريم بالمشمش، هيدينا نفس الطعم بالظبط. يلا بينا ننزل بيه بقى. هننزل بالكيس كله كده يا حبايبي، ونبتدي بقى نقلب. الخطوة دي اختيارية براحتكم حسب ذوقكم، بس دي هتدينا تيست حلو جدا، وهتدينا الطعم بالظبط، طعم القمر الدين الجاهز، واحلى طبعا بكتير. حاجة حلوة عاملينها في البيت، المقادير مظبوطة، والطعم بجد تحفة. هنفضل نقلب كده لغاية ما الجيلي بتاعنا يدوب، وهنهدي النار خالص عشان ما يعملش بقى فرقعات كده ونتلسع منه. هنقلب كده ونهدي النار خالص. ننزل كده بمعلقتين جيلاتين حلال طبعا، وهندوبهم في ميه دافيه يا حبايبي. ميه من الكاتل نكون مدفيينها، لان طبعا الجيلاتين انتوا عارفين بيكتل بسرعه. انا الميه هنا معايا دافيه مش سخنه، وهنقلب كده بالمعلقه بسرعه. اهم حاجه الجيلاتين دول معانا بس كويس جدا. هنقلب كده لمده دقيقه لغايه ما يدوب معانا تماما كده. بصوا خلاص ده بسرعه ازاي، ما كتلش معانا ولا اي حاجه. تمام كده، وبقى جاهز معايا اهو. ننزل كده بقى بالجيلاتين بعد ما دوبناه، ونبتدي بقى نقلب. هنقلب الجيلاتين بقى بسرعه كده، وده بقى اللي هيخليه متماسك معانا، وفي الشده اللي بتحبها في القمر الدين. على نار هاديه خالص، وهنهدي النار. بصوا يا حبايبي قوامه. ومعانا هنا 4 معالق نشا كبار، عشان انا معايا كميه كبيره. انتوا لو هتستخدموا كيلو بس، على كل كيلو معلقتين نشا بس. انا هستخدم هنا 4 معالق. طبعا النشا بندوبها بميه بارده عشان تدوب معانا بسرعه. هننزل كده بالميه، وندوبها كده على البارد عشان تكون سهله معانا اكتر. بصوا بتدوب في ثواني كده. خلاص دابت. هننزل بقى بالنشا كده ونقلب. خلي بالكم بصوا بيعمل ازاي. لازم نقلب على طول، وما نكترش السوائل قد ما نقدر. انا بصوا دوبتهم في شويه ميه صغيرين خالص، مش عايزين نكتر السوائل عشان يستووا معانا ويتكسر بسرعه.
هنفضل نقلب كده لغايه ما النشا يستوي معانا تماما. اهم حاجه يا جماعه النشا يستوي كويس جدا. هنفضل نقلب كده لغايه ما ناخد بقى القوام اللي احنا عايزينه. وكده خلاص بقى النشا استوى. لو حسيتوا بقى القوام خفيف معاكم شويه تقدروا بقى تزودوا معلقه جيلاتين عشان يبقى كثيف معاكم اكتر. وانتوا بتقلبوا كده هتحسوا بقى بالمعلقه تقيله شويه. بصوا ما شاء الله ناجح معانا جدا واقتصادي وموفر بجد تحفه. وطعمه والله احلى من الجاهز، احلى من السوري اللي هو الغالي ده اللي اللفه دلوقتي تعدي 120 جنيه. بصوا بقى، بصوا بقى القوام. قربوا شويه، قرب الكاميرا شويه. بصوا بقى، بصوا قوامه. لما بنيجي ناخده من على المعلقه كده بنحس بايه، بينزل معانا بصعوبه شويه. بصوا بقى الجمال بجد كده، عظمه عظمه عظمه. خلاص كده تمام بقى جاهز معانا. معانا الصاج بقى اللي هنصب فيه القمر الدين بتاعنا. حطينا فيه كيس تلاجة وفتحناه. هندهنه بس كويس كده زيت. اهم حاجه الحركه دي عشان يطلع معاكم بسهوله جدا. اهم حاجه تدهنوا زيت كويس قوي. انا هدهنه كده من الحروف ومن كل حته. تمام كده. اهم حاجه الحروف بقى عشان ما يلزقش معانا. بس كده زي الفل. ننزل بقى كده بالخليط بسم الله. ونبتدي بقى نفرده بقى في الصاج بتاعنا. انا هعمله هنا على صاجين لان هنا كميه كبيره معايا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي بس ايه نوزع كده. مش عايزين نطلع على الحروف قوي، نوزع كده بس كويس. بس ما شاء الله لونه بجد تحفه. ولسه ما ينشف كمان بقى هتشوفوا لونه وجماله. بص كده ما شاء الله وزعناه. اهم حاجه ما نطلعش على الحروف قوي. وطبعا احنا دهنين الكيس زيت، ما تقلقوش خالص هيطلع معاكم يبقى زي الفل. خلاص كده ده اول صاج. ننزل بقى بباقي الكميه في الصاج التاني. بصوا ما شاء الله الكميه كبيره معانا جدا. ما شاء الله عمل معانا كميه حلوه قوي. هنوزع بقى العظمه دي كلها. بجد اللي ما جربش الطريقه دي يا جماعه فايته كتير. الفيديو ده المفروض يدخل ترند. بجد رائع رائع رائع. مش هتلاقوا الطريقه دي غير عندي. جربوها يا جماعه جميله جدا جدا. في ناس كتير بتعمله بالجزر بس لا طعمه مبيبقاش حلو. بس اضافه الجيلي المشمش ده بيدينا ايه طعم بجد زي الجاهز بالظبط. بصوا بقى كده خلاص. هنسيبه بقى لمدة يومين او 3 حسب ما ينشف معانا في مكان على ترابيزة سفرة على اي ترابيزة. طبعا الجو حلو جدا. مش هنحطه في شمس ولا اي حاجة، هنحطه على اي ترابيزة وبس كده ونشوفه مع بعض. كده بصوا ما شاء الله عمل معانا صاجين كبار. بصوا ما شاء الله صاج كبير اهو وصاج وسط. كل ده من 2 كيلو جزر بس يا حبايبي. بصوا هيضاعف معاكم الكمية، تطلع كمية كبيرة جدا هتكفيكوا طول رمضان. والطعم بجد تحفة. جربوه والله على ضمانتي. هستنى بقى رأيكم في التعليقات. هسيبه ينشف لمدة يومين او يومين ونص ونشوفه مع بعض ونقطع. وكده يا حلوين وصلنا لنهاية الفيديو. واللي وصل معانا لغاية هنا بقى ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.